السلام عليكم. الكلام هو أكثر صور إنتاج اللغة شيوعا، وبه تتحقق الوظيفة الكبرى من وظائف اللغة، وهي التواصل مع الغير. ولذلك أولى الله سبحانه وتعالى الكلام عناية خاصة في القرآن الكريم. تعالوا نستكشف صفات الكلام في كتاب الله تعالى. عند الكلام مع النساء إلا أن تقولوا قولا معروفا، عند الكلام مع السفهاء وقولوا لهم قولا معروفا، عند الكلام مع الأقارب واليتامى والمساكين وقولوا لهم قولا معروفا، عند الكلام مع الذرية الضعفاء وليقولوا قولا سديدا، عند الكلام مع المنافقين وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، عند الكلام مع الوالدين وقل لهما قولا كريما، عند الكلام مع السائلين فقل لهم قولا ميسورا، عند الكلام مع فرعون فقولا له قولا لينا، عند الكلام مع الناس عامة وقولوا للناس حسنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن الذين سيدخلهم الجنة: جعلني الله وإياكم منهم وهدوا إلى الطيب من القول. فصفات القول في القرآن الكريم معروف وسديد وبليغ وميسور ولين وكريم وحسن وطيب. ولو كان العنف في الكلام نافعا لحث الله سبحانه وتعالى على استعماله مع فرعون ومع السفهاء ومع المنافقين. ولذلك احذروا من العنف في الكلام مع الناس خاصة، ومع أبنائكم وأقاربكم وطلابكم وموظفيكم خاصة، فإن الكلام العنيف أشد على قلوب الأحرار من رشق السهام في غسق الظلام. وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. تقبل الله مني ومنكم.